قبل ما نخش فيلم النهارده حابب اقول لكم على حاجه مهمه شويه. طبعا معظمكم عارف قناه دارك انمي، القناه اللي كنا بننزل عليها قصص انيميشن مرعبه، ولان التفاعل على القناه دي كان ضعيف جدا، كان حرفيا بربع جنيه تفاعل، فاحنا غيرنا اسم القناه من دارك انمي لملخص بولوودي. وطبعا من اسم القناه انت عرفت القناه هينزل عليها ايه، ايوه افلام هندي. جميع افلام الهندي الجامده جدا هتنزل على القناه دي، وان شاء الله هنبدا ننزل عليها من النهارده. عشان كده لازم تروح تشترك في القناه فورا، هسيبلك الرابط تحت في الوصف وفوق في الاي. روح اشترك في القناه واستنى الفيديو الجديد. شايف جاهز؟ طب يلا بينا. بيبدا فيلمنا النهارده، وبالمناسبه فيلم جامد جدا، باما وجوزها هنري هما راجعين من حفله الهالوين، واما بتطفي الشمعه اللي جوه منحوت اليقطين الخاصه بالهالوين. هنري بيقول لها المفروض الشمعة تفضل قايدة عشان دي عادة قديمة، وكمان عشان أرواح اللي من العالم الآخر ما تغضبش عليك. فإما بتعتبره بيهري وبتقول له إنها بتكره عيد الهالوين بسبب التجهيزات بتاعته، وفي الآخر هي اللي بتتدبس إنها تلم الزينة دي كلها. فهنري بيقول لها طب ربنا يعينك بقى، وبيسيبها بيدخل البيت، وهي بتبدأ تلم الزينة لوحدها. وبعدين بتلاقي شخص واقف لابس قناع مخيف وشكله كان مريب بيبص عليها، وهي خافت منه. لكن في الاخر بيجي شويه شباب وبياخدوا الواد ده، واتضح انه كان واقف مستنيهم عادي. بعدها اما بتكمل تنظيف، لكن فجاه بيهجم عليها كائن غريب وبيعمل معاها الجلاشه. فهنري بيسمع صوت صريخ وبيخرج يشوف ايه اللي حصل، ولما بيفتح الباب بيلاقي الدنيا هدوء جدا واما مش موجوده. ولما بيخرج بيلاقي دراع اما متعلق ودمها سايح، ولما بيشيل حته القماش من على حاجه كانت متغطيه بيتفاجئ انها راس اما، وبقيت جسمها مش موجود وبتكون اتقتلت، وتقريبا الارواح غضبوا عليها فعلا زي ما جوزها قال لها. بنروح بعدها لمجموعه بنات وهم دانيال وجينيت وماريا ولوري، كانوا في محل بيشتروا منه لبس الهالوين. دانيال تبقى اخت لوري وبتقول لها عاوزاك النهارده تشقطي واحد تقضي معاه الهالوين. لوري بتقول لها انها مش هتدخل في اي علاقه غير لما تلاقي شخص بالمواصفات اللي بتحلم بيه، لكن دانيال على وضعها وبتشقط الواد الكاشير وبتتفق معاه يجي لها الحفله اللي هتكون موجوده فيها كمان شويه. بعدين البنات بيتجولوا في الشارع، وماريا وجانيت بيشقطوا ولدين يقضوا معاهم الحفله، وبيفرجوا لوري ازاي تعرف تتعامل بدل ما هي خايبه كده. بنشوف بعدها ستيفن اللي بيلاقي الواد تشارلي قاعد على باب بيته وبياكل كل الحلويات اللي ستيفن كان سايبها على الباب. فستيفن بيقعد جنبه وبيديله شوكولاته ياكلها وبيكون فيها سم. بعد ما الواد بياكلها بيقعد يرجع كل اللي في بطنه، وبعدين بيغمى عليه، وستيفن بياخده جوه البيت عشان يقتله لانه سفاح وغاوي جدا انه يقتل الاطفال. بعد ما بيدخل بيلاقي الباب بيخبط، لما بيفتح بيلاقي شويه اطفال عاوزين ياخدوا منه حلويات وبيديلهم اللي فيه النصيب. وبعدين بيلاقي معاهم طفل لابس لبس تنكري غريب جدا، فبيراضيه هو كمان وبيمشي. يرجع تاني للبنات وبيركبوا العربيه مع الشباب عشان يخلعوا. لوري بترفض تروح معاهم وبتقول لهم انا هفضل هنا يمكن الاقي حاجه على ذوقي. ودانيال بتقول لها لو ما عرفتيش تتعاملي كلميني، اختك خبره يا قلب اختك. بنرجع بعدها لستيفن وكان بيجهز سكاكينه وسواتيره عشان يقطع الواد تشارلي، وبعدين بياخد جثته وبيروح يدفنها في الجنينه. ودي مش اول جثه يدفنها، المهم هو بيدفنه الكلب بتاع جاره كريك بيفضل يهوهو عليه، فعشان يسكته بيقطع له صوابع من ايد تشارلي عشان يسكته. والولد تشارلي بيكون لسه فيه الروح، وستيفن بيفضل يضرب فيه عشان يموت. وبعد ما بيخلص دفن الولد بيردم عليه وبيرش على قبره ميه وبيبعت له روحه الرحمه. بعدها ستيفن بيرجع البيت ومش بيلاقي ابنه بيلي، لكن الواد بيخضه وهو لابس قناع مخيف وهابي هالوين بقى وكده. وبعدين بيلي بيقول له يلا بينا يابا تعال علمني ازاي انحت اليقطين. فستيفن بياخده المطبخ عشان يعلمه، لكن هيعلمه ينحت دماغ الواد تشارلي عشان يبقى سفاح ابن سفاح بصحيح. بنروح بعدها لمجموعه اطفال في نفس ذات الشارع، والبنت ماسي كانت عاوزه تجمع عدد من اليقطين، وصاحبها شرادر بيقول لها انه ملقاش غير 3 يقطينات بس، فهي بتقول له انها محتاجه 8. وهم في طريقهم بيشوفوا بيت على بابه يقطينات كتير جدا، بس للاسف ماسي مش بتحب البنت روندا اللي ساكنه في البيت ده. فشرادر بيقف هو يلاغي روندا عشان ياخد منها اليقطين وبيعزمها تيجي تحتفل معاهم. بنشوف بعدها واحد بيكون شاب بنوته كده وفجاه بيعضها من رقبتها، نكتشف بعد كده انه مصاص دماء. فالبنت بتجري وهي سايحه في دمها وبتطلب المساعده من الناس، لكن محدش بيهتم بيها وفاكرين انها بتمثل عليهم عشان هم في عيد الهالوين وكده. وبعدين الفامباير بيظهر لها تاني وبيسحبها يقتلها وبيرميها على جنب كده في الشارع. بنروح بعدها الاطفال وبيكونوا وصلوا عند وادي الصخور، وماسي بتحكي لاصحابها قصه المكان ده وبتقول لهم ان من 30 سنه في عيد الهالوين بعد ما الاطفال احتفلوا في المدرسه وراكبين الباص ومروحين، الباص ده كان فيه 8 اطفال وهم كانوا مضطربين نفسيا وعندهم امراض عقليه، واهلهم تعبوا من تصرفاتهم والحمل تقل عليهم، فاتفقوا مع السواق انهم يدفعوا له مبلغ كبير جدا عشان يتخلص من العيال دي. السواق دخل بيهم وادي الصخور وكان مسلسل ايديهم بسلاسل حديد وبدا يوزع عليهم الحلويات. فواحد من الاطفال دي
نجح انه يقدر يفك السلاسل اللي في ايده وقام يسوق الباص عشان عاوز يروح البيت، لكن الاتوبيس بيقع بيهم في البحيره وكلهم بيموتوا الا السواق. محدش يعرف هو راح فين لحد دلوقتي. ماسي بتقول لهم احنا النهارده جايين نحط في البحيره 8 يقطينات كقربان لارواح الاطفال ال8 اللي ماتوا غدر. وبتروح هي وشرادر وساره يركبوا الاسانسير وهو بياخد 3 افراد بس، وبتقول لروندا والشيب انهم هينزلوا بعديهم. بنروح بعدها للوري وبكون لسه بتتحرك في الحفله وبتدور على شخص مناسب تشقطه، ولا بقى اخيرا بتلاقيه بتكتشف انه شاقط واحده اصلا. فبتقعد وهي فاقده الامل وبتتصل بيها دانيال وبتقول لها تعالى عندي انا لقيت لك واد زي الفل هيعجبك. هو اي نعم لسه قدراته العقليه مش قد كده بس هو ماشي الحال يعني. وكالعاده لوري بترفض. بنرجع تاني لروندا وتشيب اللي بيركبوا الاسانسير عشان ينزلوا لبقيه الاطفال، وتحت مش بيلاقوا حد. شيب بيكون خايف يتحرك من الاسانسير، فروندا بتقول له يستنى وهي هتروح تشوفهم. ولما بتوصل عند البحيره بتشوف الاقنعه بتاعه الاطفال اللي ماتوا جوه البحيره، ولما بتقرب منهم بتلاقي حد مسكها من رجليها. فالبنت بتصرخ وبتجري، لكن بتلاقي الاطفال المتسلسله بتجري وراها، وبتشوف شيب واحد منهم بياكله. فالبنت بتفضل تجري ونضارتها بتقع منها وبتتكسر ومش بتكون شايفها كويس، وبعدين بيغمى عليها. لما تفوق بتلاقي الاطفال في وشها بشكلهم المرعب ده وبتفضل تصرخ، لكن بيتفاجئ انهم صحابها اللي كانوا معاها وعاملين فيها مقلب وبيشيلوا الاقنعه. وشادا بيقول لماسي خلاص بقى كفايه كده البنت اترعبت. فماسي بتقول له خلاص ماسي وكله بقى فل الفل، يلا بينا نلم حاجتنا بقى ونمشي من هنا. فالعيال بيروح يلموا الحاجه وشرادر بيفضل مع روندا، وبعدين بيسمعوا صوت العيال بيصرخوا. فشرادر بيروح لهم وماسي بتقول له انها سمعت اصوات غريبه ومخيفه انهم لازم يمشوا من هنا. وفجأة بيخرج من البحيرة أشباح الأطفال اللي ماتوا غرقانين وبيصطادوا سارة وبيسحبوها لعندهم. فبقية العيال بيجروا ناحية الأسانسير، وهنا بيلاقوا روندا جوه وقافة على نفسها. فشرادر بيقول لها افتح الباب دي مش خدعة المرة دي بجد. فالبنت بترفض تفتح لهم وبتطلع بالأسانسير فوق وكده بترد لهم اللي عملوه فيها. بنروح بعدها للوري وبتكون ماشية في الغابة عشان توصل للحفلة عند دانيال. في الطريق بتحس إن حد ماشي وراها وبيراقبها، تفضل تتلفت حواليها وبعدين بتلاقي الواد الفامباير في وشها وبيقفشها وبيعضها في رقبتها. بعدها بنلاقي جثه اتحدفت جوه الحفله اللي فيه دانيال وبتكون لابسه الوشاح الاحمر بتاع لوري، لكن لما بتقرب منه بتلاقيه هو نفسه الشخص الفامباير. فالبنات بيشيلوا من بقه اسنان الفامباير المزيفه وبيشيلوا قناع، وبنشوف ان هو نفسه ستيفن سفاح الاطفال، واتضح انه سفاح كبار كمان ومش راحم نفسه ومش راحم حد الله يخرب بيته. بنشوف لوري وصلت بالسلامه وبيكون عملت معاها جلاشه واصطادته لحد هنا، وبتقرب منه وبتقول له انت اول واحد اعجب بيه بس انا مش هدخل معاك في علاقه حب، ده انا هاكلك يا باشا. فجاه بنلاقي كل البنات اللي في الحفله بيشيلوا جلدهم وشكلهم بيتحول، ونكتشف انهم مستذئبين ومتنكرين في شكل بشر. البنت قررت تاكل ستيفن وهو ابن حلال ويستاهل الصراحه. بنروح بعد كده لشويه اطفال بيخبطوا على كيرك عشان ياخدوا منه حلويات، فبيسمعوا اقفال كتير بتتفتح. لما الباب بيتفتح بيلاقوا الدنيا ضلمه وكلب شكله مخيف بيهوهو عليهم، فالعيال بيجروا وهم مرعوبين، وكيرك بيعمل كده عشان يخوف الاطفال ومحدش منهم يزعجه. فكيرك بياخد الكلب وبيدخل البيت وبياخد شويه صور وبيحدفه في النار عشان يحرقهم. بعدين بيقعد يتفرج على التلفزيون شويه وبيلاقي الباب بيخبط تاني، فبيقوم يفتح ومعاه شومه عشان يضرب العيال، لكن مش بيلاقي حد، وبيلاقي قدام البيت يقطين جواه شمع مولع كتير جدا. فجأة بيلاقي الكلب بتاعه بيهوهو جوه البيت ويبص للسقف، وكيرك بيدخل وبيسمع صوت حركة فوق، فبياخد البندقية وبيطلع الأوضة اللي فوق وبيلاقي حاجة بتتحرك على السرير، فبيشيل الغطا وبيلاقيها إيد مسخ وملهاش جسم. فجأة بيلاقي مكتوب على الحيطة نضايقك ولا نديلك حلويات. بعدين بيلاقي حد بيعوره في رجله من تحت السرير. فجأة بيظهر له دمية شكلها مخيف جدا وفي ايديه شوكولاتة جواها سكينه، فكيرك بيضرب عليه نار لكنه بيختفي فجأة. فكيرك بياخد بعضه وبينزل مع السلم، لكن الدمية بيكون رامي على السلم حلويات كتير وبتزحلق كيرك وبيقع على بوزه وايديه تتعور وبتجيب في دم. فبيقوم يحاول يفتح الباب لكن الدمية بيهجم عليه تاني وبيضربه شويه. فكيرك بيشد القناع اللي على وشه وبيكتشف انه كائن غريب ومخيف، وبعدين بيحدفه بعيد عنه وبيقوم يضربه كام طلقه وايده بتنفصل عن جسمه. وكيرك بيتصل بالشرطه عشان يبلغ، لكن حد بيشد سلك التليفون وبيكون ايد الدميه هي اللي شدته وبتطعن كيرك في رجليه، وبعدين بتوصل عند جسم الدميه وبتلتحم بيها تاني، والدميه بتصحى من الموت وبتلبس القناع بتاعها وبيجيب مصاصه بياكل منها حته وبقيتها بيكون حاد وبيستخدمها كسلاح، وبيقوم يهجم على كيرك تاني، لكن هو بيرشق المصاصه في جسمه بيكون لازق في هدومه شوكولاته، فالدميه بياخدها وبيعتبر ان دي الهديه بتاعته من كيرك وبيعتقه لوجه الله ومش بيقتله وبياخد بعضه بيمشي. بنشوف بعد كده الصور اللي كيرك كان بيحرقها، نكتشف انها صورته وهو صغير ومتصوره مع الاطفال اللي غرقوا، وانه يبقى هو نفسه السواق بتاع الباص. بعدها بيجي شويه اطفال يخبطوا عليه عشان ياخدوا منه الحلويات. طبعا هو اتعلم الادب وبيدي العيال حلويات على طول وبيديهم حلويات كتير بالعبيط،
وبيشوف الواد بيلي السفاح قاعد مستني ابوه السفاح، لكن مش هيرجع يا بيلي، خش ينام بقى وارحمنا. بنشوف كمان البنت روندا وهي راجعه بيتها بعد ما سابت صحابها في الوادي، وكمان بنشوف شله البنات المستذئبين بعد ما خلصوا الحفله بتاعتهم ومروحين. وبعدين كيرك بيدخل بيته وبيلاقي الباب بيخبط تاني، فبيفتح وبيلاقي ال8 اطفال المسوخ اللي غرقوا في البحيره راجعين له عشان يحتفلوا معاه بالهالوين على طريقتهم هم بقى، واكيد يعني هياخدوه معاهم للاخره. وحد هنا تنتهي احداث الفيلم. متنساش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي، يلا سلام.